حقيقة يعني هناك قصة عجيبة يخبرني بها أحد الأخوة من نفس الحي الذي أسكن فيه. يقول سبحان الله أخته أصيبت بسرطان الثدي أجارنا الله وإياكم. يقول بعد تحليلات وأشعات وقرروا لها العلاج بالكيماوي، وكلكم يعلم العلاج بالكيماوي وأثره النفسي، وخصوصا يعني فتاة، تساقط الشعر، الحالة النفسية، الأكل، الشرب، كل هذه سبحان الله تغيرات في الجسم شيء عجيب وآلام عجيبة. يقول عندما قرروا لها هذا الأمر ازدادت نفسيتها سوء، وأصبحت سبحان الله زادت همومها وأوجاعها. يقول سمعت عن آخر ساعة من النهار يوم الجمعة. يقول فأتت في ذلك اليوم يوم الجمعة، يقول قبل المغرب بنصف ساعة تقريبا. يقول فتوضأت واستقبلت القبلة ورفعت الأكف إلى الله سبحانه وتعالى كما يرفعه الفقير المحتاج إلى الله. يقول وأنا والوالدة كنا في الخلف وراءه ننظر ماذا تريد، ما يعني شيء عجيب، إيش بها اليوم، إيش عندها اليوم. يقول فإذا بها ترفع الأكف إلى الله سبحانه وتعالى وتتوجه إلى الله. يقول وتتكلم بعبارتها البسيطة بلهجتها البسيطة، تقول يا رب يا رب أنا مريضة، يا رب أنا مريضة وأنت الشافي، يا رب ما أبغى أتعالج بالكيماوي، يا رب أرجوك يا رب تكفى. يقول وتسقط دموعها وتبث مشاعرها إلى الله سبحانه وتعالى وتلجأ إلى الله بصدق جل في علاه. يقول ثم أخذت تفيض عبراتها وتفيض دموعها، يقول حتى جثت على ركبتيها. يقول بعد ذلك أخذناها وذهبنا إلى الموعد مع الطبيب. يقول فقال إجراءات ما قبل العلاج الكيماوي، فقال نعيد عليها الأشعات أو ما يعني إجراءات أنا لا أعلم ما حقيقة، لكن قال فإذا بالدكتور يأتي إلينا قال يا شيخ هذه نفس البنت اللي جبتوها في المرة السابقة؟ قال نعم، وما عندنا إلا هي أصلا. قال فأعاد عليها الأشعات والتحليلات. قال يا شيخ البنت ما فيها شيء يا شيخ، يا الله ماذا فعلتم، ماذا فعلتم، أين ذهبتم؟ قال والله ما فعلنا شيء، الله هو الذي فعل، الله هو الذي أمر، الله سبحانه وتعالى. وذكر له القصة، قال قصة كيت وكيت وكيت وكيت. ذهبت واستقبلت القبلة ورفعت الأكف إلى الله سبحانه وتعالى. يقول قال الدكتور آمنت بالله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.